انا جايه اقولك انك لو لسه ما جربتيش كباب الحله بالفراخ يبقى فايتك كتير، لانه بجد طعمه لذيذ قوي. كمان هو سهل وبسيط وسريع، ما بياخدش ابدا ابدا وقت على النار، سريعا كده تقدري تحضريه. كمان تقدري تقدمي جنبه شويه رز ابيض او رز بالشعريه، رز بسمتي او مصري زي ما انت عايزه. هتلاقي نفسك في دقايق عملتي غدوه سهله جدا وبسيطه، كمان طعمها زي ما اتفقت كتير معاكم في حته تانية. يلا نشوف الفيديو بتاعنا ونشوف أكلتنا النهاردة اتعملت ازاي. بس قبل ما أبدأ نصلي ونسلم على رسولنا الكريم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونقول بسم الله. عندي هنا صدر فرخة كامل أو فصين من صدور الفراخ، كان وزنه حوالي كيلو أو كيلو إلا 100 جرام. تمام، جبتهم غسلتهم كويس قوي، بعدين عصرت عليهم ليمونة وحطيتهم على مصفى، بعدين مسكتهم نشفتهم وقطعتهم مكعبات بالحجم اللي انتوا شايفينه. جبت كمان نص كيلو من البصل الاحمر وقطعته ارباع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدري تستخدمي بصل احمر او ابيض، اللي متوفر عندك هتستخدميه. تمام. هجيب بقى هنا صينية عندي على النار، هسخنها كويس قوي وهنزل فيها بمعلقة كبيرة من السمنة، بعدين هنزل بكمية البصل الموجودة عندي، هنزل عليها كده برشة من الملح، وكمان معلقة صغيرة من السكر. كمان هنزل برشة فلفل اسود كده، وهقلب بقى كده البصل بتاعي تقليبة حلوة، بعدين اسيبه يتكرمل على مهله كده. في الوقت ده بقى كنت بقى بحمر شوية بطاطس كده مكعبات عشان اضيفهم على كباب الحلة بتاعي. تمام، كان وزنهم حوالي نص كيلو برضو من البطاطس. تمام، بتاعي لسه هو بيتكرمل. هبتدي بقى في الوقت ده هعمل شوية رز ابيض كده هقدمهم جنب كباب الحلة بتاعي. هسخن كده حلة على النار، بعدين هضيف فيها معلقة كبيرة من السمنة وكمان فصين من الحبهان. انا بحب الرز اللي بالحبهان جدا، لو عندك كمان مستكة تقدري تضيفي فصين، بس انا ما كانش موجود عندي. غسلت كوبايتين كده من الرز الابيض، بعدين نزلت بيهم وصفيتهم طبعا، بعدين نزلت بيهم على السمنة وبدأت ان انا اشوحهم لغاية لما الرز بتاعي يسخن كويس قوي. مش هديله لون طبعا، مجرد بس انه يسخن عشان الرز يطلع مفلفل معايا. هنزل بقى عليه بمعلقتين صغيرين ممسوحين من الملح وهديله تقليبة كده. تمام، لغاية لما الرز زي ما بقولكوا يسخن معايا. هرجع برضو للبصل كده ابص عليه. البصل بوريكم ان هو شغال جنبي. طول ما انتي واقفه في المطبخ حاولي تشغلي كل عيون البوتاجاز عشان تخلصي اكلك بسرعه وتخرجي من المطبخ. تمام، هنا الرز كان سخن معايا، هنزل بقى عليه بكوبايتين من الميه المغليه. انا هنا عندي كوبايتين من الرز، هنزل عليهم بكوبايتين ونص من المية المغلية. انا بزود نص كوباية كده من المية عن المقدار الاساسي للرز، عشان بحب الرزاية تبقى طرية شوية، ما تبقاش ناشفة ومش محسولة معايا. تمام كده، هغطيه بقى واسيبه لغاية لما يتشرب. هرجع بقى للبصل بتاعي كده وهلاقيه اتكرمل بالشكل اللي انتوا شايفينه، وحروفه كده اخدت اللون الذهبي الغامق سنة زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى هنا بالفراخ بتاعتي، وطبعا النار تكون عالية جدا عشان الفراخ ما تنزلش ميتها معايا. هفردها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، واديها بقى رشة فلفل اسود. كمان هنزل عليها بمعلقة صغيرة من السبع بهارات، ممكن تستبدليها ببهارات فراخ، بس انا ما كانش عندي. كمان نزلت بنص معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، وهديها كده تقليبة سريعة لغاية لما تغير لونها. في الوقت ده بقى هيكون الرز بتاعي كده اتشرب، هديله تقليبة سريعة. تمام، بعدين هغطيه كده واحط له الشياطة واسيبه يستوي على مهله. هرجع بقى للفراخ بتاعتي كده، كنت نسيت احط لها ورقتين من اللورة فهحطهم لها دلوقتي، بس يفضل ان هما يتحطوا من الاول مع البصل وهو بيتشوح او هو بيتكرمل. تمام، هديها بقى كده معلقة صغيرة من الملح لما الاقيها كده دخلت في السوا بتاعها، تقليبة كده سريعة. طبعا النار زي ما احنا متفقين عالية عشان الفراخ بتاعتي ما تنزلش اي مية. كده الفراخ بتاعتي يعتبر دخلت في تسوية او استوت، والرز بتاعي برضو هنا استوى. بعد بقى ما استوى وختم معايا كده، هديله معلقة كبيرة كده من السمنة واقلبها معاه واسيبه لغاية وقت التقديم. وهنا كنت طبعا طفيت عليه. حقيقي معلقة السمنة دي بقى بتنقل طعم الرز في حتة تانية خالص.
ياريت تجربوها وبإذن الله هتعجبكم. تقليبة كده، ريحته كانت فظيعة وطعمه كان احلى واحلى. تمام، هغطيه بقى كده وهسيبه لغاية لما يجي وقت التقديم بتاعنا. وطبعا الفراخ هنا كانت استوت تماما. هبتدي بقى اديها البطاطس المكعبات بتاعتي اللي كنت محمراها. تمام، وهديها تقليبة كده معاها. تقدري هنا تزودي نص كوباية من المية المغلية عشان تعمل كده صوص حلو، لو بتحبي ان هي يبقى لها صوص. بس انا اكتفيت بالصوص البسيط كده اللي كان نازل منها. وبعدين قدمت كده الغدا بتاعي، وكانت حقيقي غدوة حلوة جدا جدا، سهلة سريعة ما بتاخدش وقت، كمان طعمها لذيذ جدا جدا. اتمنى يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو بتاعنا، وكمان لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناة. بحبكم في الله، مع السلامة.